بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحبة، في هذه اللحظات المباركة سنعيش معا في ظلال آيات من كتاب الله عز وجل. وقبل أن نبدأ بالكلام عن هذه الآيات لا بد من التنويه أن كتاب الله عز وجل في نسقه من أول سورة فيه إلى آخر سورة فيه لم يكن ترتيبه هكذا عبثا، وإنما هو ترتيب من الله عز وجل. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله عز وجل عندما سطر هذه الآيات وعندما أنزل هذه الآيات بهذا الترتيب لم يكن ذلك إلا لحكمة مقصودة بحث عنها علماؤنا فاستنتجوا من ورائها معان كثيرة جدا، وكلها معان جليلة لمن أراد أن يتفكر في هذا الترتيب. سنعيش معا خلال دروسنا في هذا الشهر المبارك في ظلال سورة واحدة، سورة كلنا نعرفها وكلنا نقرأها وصغيرنا يحفظها قبل كبيرنا، لكن قد نكون لم نقف على بعض تجلياتها وبعض معانيها الجليلة جدا، وهي سورة الفاتحة، سورة أم الكتاب. سورة الفاتحة أيها الإخوة التي نقرأها يوميا في 5 صلوات مفروضة سوى السنن، ونقرأها دائما بشكل سريع جدا ولا نعي ما تتضمنه هذه السورة من معان كثيرة ومن بلاغة قرآنية عجيبة. في هذا اللقاء سنقف بين يدي سورة الفاتحة، مقدمات حول سورة الفاتحة قبل أن نخوض في لقاءات قادمة بتناول آيات سورة الفاتحة آية آية حتى نستخرج منها الدرر واللآلئ والجواهر. سورة الفاتحة أيها الإخوة لها من الأسماء الكثير، وكل شيء تكثر أسماؤه يدل على شرفه وعظمه. وقد وردت أسماء كثيرة لسورة الفاتحة في السنة النبوية ومما ورد من الأثر، وبعضها ورد على ألسنة المفسرين من خلال ما تتضمنه من معان، لكن سنقف على بعض أسمائها التي جاءت في السنة النبوية والتي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا سورة الفاتحة أو فاتحة الكتاب. أخرج الإمام مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا فوقه، أي سمع صوتا، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين أوتيتهما، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قط قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. هذا أول تسمية. سميت بفاتحة الكتاب لأنها أول ما يفتتح به الكتاب، كتاب الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فأول اسم للفاتحة هي فاتحة الكتاب. وأما الاسم الثاني لسورة الفاتحة فهي أم الكتاب وأم القرآن. وأم الشيء دائما هي الشيء الأساس الذي يأتي بعده أو الذي يأتي كل شيء بعده تحته. فقد ورد في سنن أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وتسمية أخرى لسورة الفاتحة وهي السبع المثاني. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد أخرج البخاري وأحمد وابن ماجه والنسائي من حديث أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقد سميت بهذا الاسم لأنها تثنى في كل صلاة، أي تتلى في كل صلاة، ولا تقع الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، فبدون فاتحة الكتاب صلاة الإنسان باطلة، وهذا لعظمها وأهميتها. وسورة الفاتحة سميت أيضا بسورة الصلاة. ولنتمعن معا في هذا الحديث الجليل العظيم الذي يرويه رب العزة عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني. الصلاة هنا يطلق المقصود بها سورة الفاتحة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله أو حمدني عبدي. وإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. حديث عظيم جدا عن سورة الفاتحة يبين أنها غير أنها سورة الصلاة، الثواب العظيم. الله عز وجل عندما تقرأ سورة الفاتحة في كل صلاة يخاطبك، فهل تمعنا في هذا الخطاب الرباني؟ سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عندما كان يؤم الناس كان الناس يستغربون أنه يقف بعد كل آية لحظة ولا يستعجل في القراءة سورة الفاتحة، فعندما سئل قال: أنتظر جواب ربي. الله عز وجل يقول إذا قال العبد الحمد لله قال: حمدني عبدي، ينتظر جواب ربه حتى يقول الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهي الدعاء بالهداية. سورة الفاتحة أيضا أيها الإخوة هي سورة الرقية. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا في مسير لنا فنزلنا، أي نزلنا في مكان، فجاءت جارية فقالت: إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب، فهل منكم راق؟ غيب أي أصابه الإغماء أو فقد عقله أو ما إلى ذلك. فقام معها رجل ما كنا نأبنه، أي ما كنا نعلم أنه يرقي أو يعلم بالرقية. فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فشفى، فأمر له ب30 شاة وسقانا لبنا،
فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ هل كنت ترك الناس قبل ذلك؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، أي بفاتحة القرآن الكريم. قرأ عليه سورة الفاتحة فشفي. قلنا: لا تحدثوا شيئا حتى نأتي ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم. فسورة الفاتحة قد سماها البعض الشافية، لأنها تشفي وهي شفاء لمن يقرأها. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يرقون أنفسهم بسورة الفاتحة، إن أصاب أحد منهم شيئا مكروه فيرقونه بسورة الفاتحة، إن لدغ يرقونه بسورة الفاتحة فيشفى ويبرأ، يتشفون بهذه السورة العظيمة. فهذه مجموعة من أسماء سورة الفاتحة التي ذكرها أو ورد ذكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكروا لها أسماء كثيرة العلماء والمفسرون، لكن نكتفي بهذه الأسماء التي جاءت في السنة. أما بقية الأسماء فهي اجتهادات من خلال مضمون سورة الفاتحة، كسورة الحمد وسورة الشفاء وغيرها من الأسماء. وأما فضائل سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة، فأغلب ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي نصت على أسماء سورة الفاتحة تدل على فضائل هذه السورة العظيمة. فهي أولا أعظم سورة في القرآن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ثم قال له: سورة أم الكتاب هي أعظم سورة من سور القرآن الكريم. سورة الفاتحة لا مثيل لها في كل الكتب المنزلة، فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ ثم أخبره أنها سورة الفاتحة، سورة لم ترد في أي كتاب من أي كتب من الكتب السماوية السابقة، لعظم معانيها التي سنأتي لذكر بعضها في هذا اللقاء. المعاني التي تتضمنها هذه السورة العظيمة حوت كل معاني القرآن، وإن كنا نرى أنها سورة قصيرة جدا في 7 آيات، لكنها حوت كل معاني القرآن واختزلت معاني القرآن في هذه السورة. وأغراض القرآن كلها موجزة ومودعة في سورة الفاتحة. كما نعلم فإن أي كتاب نقرأه نبدأ بالمقدمة يوجز ما يوجد في الكتاب، وسورة الفاتحة أوجزت ما جاء في القرآن الكريم كله. من فضائل سورة الفاتحة أنها نور. وفي الحديث الذي ذكرناه قبل قليل عندما نزل الملك من السماء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما أحد قط قبلك، وهما سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة. سورة الفاتحة رقية وعلاج ودواء وشفاء للأسقام، سواء كانت الأسقام المادية كما ورد في بعض الأحاديث عن الصحابة أنه كان أحدهم قد لدغ فقرأوا عليه سورة الفاتحة فشفي، أو كانت الأسقام المعنوية كالجنون كالصرع وغيرها الأمراض النفسية فيرقونهم بسورة الفاتحة فيبرؤون. ففي حديث عم خارجة ابن الصلت التميمي عندما مر على قوم عندهم رجل مجنون موثوق بالحديد مربوط لا يطلقونه، فقرأ عليه فاتحة الكتاب 3 أيام حتى برأ. وكل إنسان يريد أن يبدأ برقية شرعية يبدأ بسورة فاتحة الكتاب، فهي أول سورة من السور التي ترقي وتشفي. لكن على الإنسان عندما يعقد النية على أن يرقي أحدا بالفاتحة أن يكون مؤمنا أنها شفاء، وإلا فإنه إن كان في قلبه شك فلن يجد فائدة ولن يجد برءا من سكم. آيات سورة الفاتحة أيها الإخوة هي بإجماع علماء المسلمين 7 آيات، لكن اختلفوا هل تعد البسملة آية من سورة الفاتحة أم ليست آية من سورة الفاتحة. وهذا الخلاف ينبني عليه أحيانا لغط عند بعض المسلمين للأسف،
لأنهم يظنون أن من أمامهم عندما لا يقرأ بالبسملة في الفاتحة فقد بطلت صلاته، ولا يعلمون أنه قد يكون قد تبنى مذهب عدم القراءة بالبسملة. فقراء القرآن الكريم، والقرآن الكريم له في القراءات قراءات 10 متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقرأ من زمنه إلى يومنا هذا، متواترة بالسند المتصل عن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين أثبتوا البسملة في بداية سورة الفاتحة هم 5 قراء، وهم قراء الكوفة وإمام أهل مكة فقط. قراء الكوفة 4 وإمام أهل مكة 1. والذين أسقطوا البسملة من سورة الفاتحة فهم 5 قراء أهل المدينة والشام والبصرة، 3 أمصار، أسقطوا البسملة من سورة الفاتحة ولم يعدوها آية، وإنما عدوا الآية السادسة قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم. هنا كانت الآية وتكملة الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية 7. فكانت هذه المسألة موجودة عند علمائنا وقد أخذوا بها، وقد قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وبسمل بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. فجعل من قرأ بالفاتحة هم الإمام المكي وأئمة أهل الكوفة فقط لا غير، والبقية أسقطوا سورة الفاتحة، أسقطوا البسملة من سورة الفاتحة. فنريد أن ننبه إلى أمر معين: إن وقفت في مسجد ما وقد كان الإمام أمامك لا يقرأ بالبسملة في سورة الفاتحة، فلا تتعجل بالإنكار عليه، فقد تكون بإنكارك عليه جاهلا للحكم الشرعي، فصلاته صحيحة إن كان يسير على المذهب الذي لم يثبت البسملة في سورة الفاتحة، وهو مذهب جمهور علماء المسلمين، ليس فقط مذهب 1 أو 2. جمهور العلماء على عدم إثبات البسملة في سورة الفاتحة، وهو مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد. وأما الإمام الشافعي وفي رواية عند الإمام أحمد فقد أخذوا بأن البسملة آية من سورة الفاتحة، ولذا فإنهم يثبتونه في سورة الفاتحة، لكنهم اختلفوا في الجهر بها والإسرار بها، فهذا موضع خلاف. لكن بقية المذاهب لم يثبتوها آية، لكن استحبوا قراءتها من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، فهذا أمر يجب التنبيه عليه. سورة الفاتحة هي من أوائل السور التي نزلت في مكة، فقد نزلت في مكة قولا واحدا على الراجح من أقوال علماء المسلمين، ولم تنزل إلا في مكة، لقوله تعالى في سورة الحجر وهي سورة مكية: ولقد آتيناك 7 من المثاني، فهي سورة نزلت بمكة قولا واحدا. لكن ذكر البعض أنها في المدينة، وهو قول ضعيف جدا، واستغربوا قائله واعتبروه أنها زلة منه. الآن عندما ننظر إلى سورة الفاتحة، تكلمنا قبل قليل أنها سورة اختزلت معاني القرآن الكريم كله، ونريد أن ننظر في هذه المعاني التي جاءت في سورة الفاتحة. جلة من علماء التفسير قالوا إن سورة الفاتحة اشتملت على أغراض القرآن الأساسية، ونريد أن نبرز الآن بعض هذه الأغراض وبعض هذه المعاني بشكل موجز مختصر، لندرك فعلا أن سورة الفاتحة مع قصرها إلا أن بها من المعاني التي اختزلت كل ما يريد أن ينص القرآن الكريم عليه. فأول شيء أبرزته سورة الفاتحة هو الألوهية، التوحيد بأنواعه. كل أنواع التوحيد في بداية سورة الفاتحة موجودة، والتوحيد هو الركن الأول من أركان الإيمان كما نعلم، وهو الركن الأساسي من أركان الإيمان. فسورة الفاتحة بها ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قد يقول البعض: أين ذلك؟ نقول في آيتين: الحمد لله إثبات توحيد الألوهية، رب العالمين إثبات توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات. فهذا أول غرض من أغراض سورة الفاتحة، وأول موضوع من موضوعات سورة الفاتحة. وأما الأمر الآخر فهو تأكيدها على اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر يشمل كل مقدمات هذا اليوم، وكل ما يأتي بعد الموت من حياة البرزخ، من البعث بعد الموت، من السؤال، من المقر إما إلى جنة وإما إلى نار.
قال تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. يوم الدين يشمل كل أحداث يوم القيامة، كلمة موجزة تشمل كل ركنا كاملا من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر بكل ما يحتويه على الصراط وغير ذلك. الأمر الآخر من موضوعات سورة الفاتحة هي أنها تنص وتحث على عبادة الله تعالى والإخلاص لله تعالى بقوله سبحانه: إياك نعبد. الإخلاص لله تعالى كان سرا في تقديم إياك على كلمة نعبد، أي أن العبادة مختصة لله تعالى وحده، وسنأتي لذلك عندما نأتي لهذه الآية والحديث عنها. فعبادة الله تعالى والإخلاص له بمفهومها الواسع، العبادة ليست بمفهومها الضيق من صلاة، بمفهومها الواسع تدخل فيها كل الشعائر التعبدية، الشعائر التعاملية بين البشر، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذا نص عليه كلمتان: إياك نعبد. الأمر الآخر هو الاستعانة بالله وحده في كل الأمور وفي جميع شؤون الحياة، أن تستعين بالله عز وجل. فلا يستقيم للإنسان عبادة بلا استعانة. كيف لنا أن نلجأ إلى غير الله عز وجل وكيف لنا أن نستعين بغير الله عز وجل؟ فجاء قوله سبحانه وتعالى: إياك نستعين، ينص على هذا المعنى، الاستعانة بالله عز وجل. ما تعلق بالاستعانة كلها من أمور المعاش، بالتوفيق للعمل الصالح، بالتوفيق لأن ينال الإنسان رضا الله عز وجل وقبول عمله، كل هذا تحت مفهوم الاستعانة. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتب كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، آية واحدة كتب بها 3 مجلدات، آية واحدة، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فترى العجب العجاب وهو يخوض في هذه الآيات ويبحر في هذه الآيات ويتكلم عن منازل العبادة ومنازل الاستعانة. الأمر الآخر الذي نصت عليه سورة الفاتحة هو الالتزام بالصراط المستقيم بعد الاهتداء إليه، وهذا فضل عظيم من الله تعالى يوفق إليه من اختار من عباده ومن اصطفى من عباده ومن أخلص له من عباده. والصراط المستقيم كلمة تشمل كل طريق يوصلنا إلى الله عز وجل كما يريد الله عز وجل، من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا. صراط مستقيم كلمة عامة جدا ينص عليها الله عز وجل بهذه الآيات البسيطة، بأن يدعو الإنسان ربه أن يهديه إلى هذا الصراط، لأن من اهتدى إلى هذا الصراط فقد وصل إلى الله عز وجل، ومن ابتعد عن هذا الصراط وتنكب عن هذا الصراط فطريقه والعياذ بالله إلى جهنم. صحيح أن صراط الله عز وجل وطريق الله عز وجل طريق بها مشقة وبها صعوبة، وهذا مفهوم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لكن إن خيرت أنت بين طريقين، أحدهما طريق معبد ميسور جدا لكن نهايته إلى الهاوية، وأنت تعلم أن في نهايته مثلا من يتربص بك ليقتلك مع أنه سهل جدا، وخيرت بين طريق وعر، طريق فيه مشقة، طريق فيه شوك، لكن النهاية التي في هذا الطريق هي السلامة والوصول إلى مبتغاك، فأي طريق تختار؟ كل إنسان عاقل يقول: اختار طريق السلامة ولا اختار الطريق التي في نهايتها الهاوية. فهذا طريق الهاوية طريق النار، وذاك طريق الجنة مع أنه فيه مشقة. اهدنا الصراط المستقيم. والله عز وجل ينص على طبيعة هذا الصراط، فهو صراط أنعمه الله عز وجل لبعض من عباده المصطفين، وقد ورد ذكرهم في سورة النساء في قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وينص الله عز وجل في هذه السورة على غرض آخر، وهو تجنب صراط المغضوب عليهم والضالين. هؤلاء صورة لنمطين من البشر، فالأول وهو المغضوب عليهم أناس عرفوا الحق لكنهم عادوا الحق، يعلمون الحق
لكنهم عادوه وتنكبوا عنه، إما بسبب الحسد أو اتباعا للهوى أو العناد. ومن أمثلة هؤلاء اليهود كما جاء في الحديث النبوي الشريف: المغضوب عليهم هم اليهود. ليس فقط هم اليهود، لكنهم نموذج للذين غضب الله تعالى عليهم لأنهم عرفوا الحق. وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون بحق أن هناك نبيا سيأتي وينتظرونه، فعندما جاء من العرب عادوه وأنكروا عليه نبوته. أما الصنف الآخر فهم أناس تجمعهم كلمة الضلال. طبعا هذه الفئات لا تحصى لكثرتها، منهم من ضل الطريق فلم يهتدي إلى الحق، ومنهم من ضل في متاهات الأفكار البشرية فأغوته وأبعدته عن الطريق الصحيح، ومنهم من انحرف عن منهج الحق وجادت الصواب، وهؤلاء يمثلهم النصارى. النصارى أناس كانوا يعلمون الحق لكن ضلوا عن طريق الحق، بحثوا عن الحق لكنهم ذهبوا في طريق فيه ضلال وانحراف، انحرفوا بفكرهم، حرفوا كتابهم فاتخذوا عيسى إلها من دون الله، أو اتخذوه أنه ابن الله، أو دعاوى النصارى كثيرة جدا. فهؤلاء نموذج للأناس الذين ضلوا. باختصار أيها الإخوة، أغراض القرآن الكريم كلها المكي منها تدور أغراضه حول التوحيد واليوم الآخر والنبوات وتأصيل أصول العبادات والأخلاق، وهذا ورد نجده في سورة الفاتحة من أولها: تأصيل مفهوم الألوهية والربوبية والتوحيد والإيمان باليوم الآخر والعبادة بالله تعالى والاستعانة بالله تعالى. والقرآن المكي تدور أغراضه حول بناء المجتمع الإسلامي بتشريع العبادات والمعاملات وحمايته من مكائد الأعداء والمنافقين سواء من الداخل أو من الخارج، ويحمي الإنسان نفسه ويقي نفسه إن اتبع منهج الحق، وهو الذي قال عنه الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، وأن يعلم طريق الغواية ليبتعد عنها صراط الذين أنعمت عليهم، طريق الحق غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق الباطل. فسورة الفاتحة أيها الإخوة في مجملها مع قصر آياتها إلا أنها جاءت كلها يدور حولها القرآن الكريم كله، وهذا نص عليه العلماء المسلمين، حتى ذكروا أن كل سورة بعد سورة الفاتحة تأتي لتفسر شيئا من كلمات وآيات سورة الفاتحة، وهذا من بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وعظم القرآن الكريم. أيها الإخوة الأحبة، في دروس لاحقة إن شاء الله سنأتي بالتفصيل لكل آية من آيات سورة الفاتحة، ونتمنى وأرجو من الله عز وجل أن يسعنا الوقت لأن نحيط بها في هذا الشهر الفضيل، فإن البسملة لوحدها خاضوا فيها كثيرا في معانيها وفيما تحويه من أمور بلاغية وإعجازية ودلالية كبيرة جدا. وبعضهم فسر سورة الفاتحة ب100 صفحة، وبعضهم جعل لها مجلدا كاملا لسورة واحدة لعظم هذه السورة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأن نحيط بأهم معاني هذه السورة، ولأن نبرز بعض الدلالات البلاغية واللفتات البيانية في هذه السورة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب